السلام عليكم ورحمة الله. استكمالا لما بدأناه من كراهية الكتابة أو كتابة الرواية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الرعيل الأول للصحابة رضوان الله عليهم كره كتابة الرواية، وتوصلنا إن إحنا وصلنا من سيدنا أبي بكر حتى سيدنا عثمان بن عفان كرهوا كتابة الرواية، كرهوا كتابة الرواية، بل بعضهم منعها أصلا، بعضهم منع الكتاب. وتحدثنا في أنه هناك حديث صريح وتقريبا شبه متفق عليه: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وأنا بتكلم عن الرعيل الأول، الجيل الذي عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن ابن الأرقم أو دار ابن الأرقم كانت هي مبعث جمع الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتدبرون فيها القرآن ويحفظونه. قيل لزيد بن أرقم: يا أبا عمرو، ألا تحدثنا؟ فأجاب: لقد كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله الشديد. تخيلوا هذا الجيل المحترم الرائع الذي لم يتحدث عن رسول الله رغم أنه عاصره وعايشه وعاش معه، لكنه عندما أراد أن يتحدث عن رسول الله قال: كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله شديد. إلى أي مدى كان هؤلاء حفظة لهذا الدين الرائع عكس من جاءوا بعده. جاء عدد رويت عنهم الفتية من الصحابة، العدد اللي روى من الفتية من الصحابة 138 من بين أكثر من 20,000 صحابي. يعني لما نتكلم على اللي يعني روي عنهم 138 صحابي. طيب ال 20,000 من الصحابة الآخرين لماذا لم يرووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقينا يعني مثلا هناك صحابة يعني ما شاء الله يعني من عظماء الصحابة زي أبو عبيدة مثلا، كأبي عبيدة مثلا، هو أمين الأمة لم يروى عنهم شيء. سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة أيضا لم يروى عنهم شيء. الدرقطني أخرج البخاري في الدرقطني عن السائب بن يزيد قال: صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والمقداد بن الأسود، فلم أسمع الواحد منهم يحدث عن رسول الله. يعني أنتم متصورين أن ده في البخاري، أخرجه البخاري وصححه الدرقطني عن السائب بن يزيد قال: صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والمقداد بن الأسود، فلم أسمع الواحد منهم يحدث عن رسول الله. إذن عندما نقول أن كراهية الرواية كان أمرا شائعا في الرعيل الأول من صحابة رسول الله، أعتقد نحن نتحدث يعني نتحدث عن مجموعة من الكواكب الذين أسسوا لمنهج لابد أن يطبق. تعالوا نتحدث عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبي بكر رضي الله عنه كان لا يقبل الحديث إلا من اثنين، ده عاش معاه، يعني عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان صديق. كان لا يقبل الحديث إلا من اثنين عاشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاء واحد بحديث طلب منه أن يؤيده بشاهد آخر. هكذا كان أبي بكر. دليل ذلك أنه ورد في بعض الروايات أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمسه أن تورث. الجدة، إحدى الجدات، جاءت لأبي بكر رضي الله عنه طلبت منه أن تورث، فقال لها: لم أجد لك في رسول الله في القرآن من شيء، أنا ما شفت لكيش حاجة.
وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. يعني أنا لم أرى لك حقا في القرآن ولا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمت عنه أنه فعل ذلك. فسأل الناس: هل سمع منكم أحد أن للجدة حقا أو ميراثا؟ فقام المغيرة فقال: حضرت رسول الله وأعطاها السدس. فقال له: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك، فنفذ سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ذلك. وجاء أن عمر استشار أصحابه في إملاص المرأة أو السقط. فقال له المغيرة ابن شعبة أن رسول الله قد قضى فيه بغرة. فقال له عمر: إن كنت صادقا فأتي أحدا يعلم ذلك. فشهد محمد بن مسلمة أن رسول الله قضى له بذلك. وجاء عن أبي سعيد الخدري أن أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب 3 مرات فلم يؤذن له فرجع، فأرسل عمر في أثره فقال: لم رجعت؟ قال: سمعت رسول الله يقول: إذا سلم أحدكم 3 فلم يجب فليرجع. قال: لتأتيني على ذلك ببينة، هات لي حاجة على كده اللي أنت بتقول، أنت تقول أن رسول الله قال، هات حاجة. أو لأفعلن بك، يعني أنت تكذب عن رسول الله، أو لأفعلن بك. فجاء أبو موسى منتقعا لونه ونحن جلوس، فقلنا: ما شأنك، فيك إيه؟ فأخبرنا وقال: فهل سمع أحد منكم؟ فقلنا: كلنا سمعه. فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر. هنا احنا بنتكلم عن أحداث حدثت بعد رسول الله في رعيل أول، في جيل أول. كيف أستطيع بعد ذلك أن أتقبل هذا الزخم من الروايات؟ يا إخوانا، هذا ما حدث مع سيدنا عمر، مع أبي بكر وعمر وعثمان. طيب، نتكلم عن سيدنا علي، وهو الذي عاشر الرسول منذ أن كان طفلا، يعني كان طفلا عندما دخل في الإسلام. كان علي لا يقبل الحديث إلا بعد استحلاف قائله، فكان يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإن حلف صدقته. تخيلوا أن سيدنا علي يستحلف من يأتي له برواية عن رسول الله، يستحلفه، وهم الرعيل اللي عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء عن الإمام علي رضي الله عنه أنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن آخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على أخر من السماء أحب إلي أن أكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بيعطينا صورة أن ما حدث من بعد سنة 1197 هجرية، ولادة الإمام البخاري، وحتى سنة 255، وما حدث من كوارث للأمة ودخول موالي ودولة بني أمية بما فيها من فساد وفسق واعتداء وقتل لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هناك تدخلات ولأنه طبعا بطبيعة الحال إنه ما كانش في برلمان يشرع، فأنا عشان أشرع مضطر أستند، فعشان أستند أقول: جاء عن رسول الله وسمعنا ما سمعنا. بالإضافة، يعني هذه النقطة لا تنسوها، ما استطاع أن بعض أعداء الإسلام اقتحموا الإسلام من منافقين ويهود، وهذا يعطينا فكرة على أننا أمام بحث مهم جدا، وهو ضرورة التدقيق فيما كتب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا فيما جاء بعد ذلك من روايات. استودعكم الله.